تفتكر لو فجأة بطلت تدور على العلاقة يبقى في حاجة غريبة؟ البرود الجنسي مش كسل أو قلة غيرة، بس هو علامة وراها أسباب كتير. ممكن تكون أسباب جسدية أو أسباب نفسية أو حتى حاجات بسيطة في روتين يومك. في الفيديو ده هنغير الفكرة اللي عندك في دماغك، هنقولك ليه ده بيحصل وإمتى المشكلة تبقى خطيرة وإزاي تبدأ تعالجها أو حتى تتكلم مع شريكك عنها من غير أي إحراج. طب يعني إيه برود جنسي بالضبط؟ ببساطة هو غياب أو قلة الرغبة في العلاقة، أو إن المتعة نفسها مش موجودة زي ما المفروض تكون. لكن طبيًا العلماء بيقسموا البرود الجنسي بشكل مختلف عند الستات غير الرجالة، لأن كل واحد ليه طبيعته وأسبابه الخاصة. عند الستات في مصطلح طبي اسمه HSDD، وده معناه نقص الرغبة الجنسية لفترة طويلة، واللي بيعمل ضيق وتعب نفسي بسبب غياب الشهوة. أما عند الرجالة الموضوع ممكن يظهر في صورة نقص رغبة أو يرتبط بمشاكل أداء زي ضعف الانتصاب اللي بيخلي الاهتمام بالعلاقة يقل تدريجيا. المهم، لو نقص الرغبة ده بدأ يعمل توتر أو مشاكل بينكم يبقى دي مش مجرد مرحلة وتعدي، دي مشكلة حقيقية محتاجة اهتمام. دي شوية إحصائيات سريعة عشان نفهم قد إيه الموضوع منتشر. نسب البرود الجنسي بتختلف حسب العمر والثقافة، لكن دراسات عالمية بتأكد إن جزء من الرجالة والستات بيعانوا من نقص في الرغبة لفترات مختلفة. النسب دي ممكن تكبر مع مرور السنين، خصوصا بعد فترة من الجواز أو في منتصف العمر، بس ده مش معناه إن أي حد يحس ببرود يبقى مريض. في أوقات طبيعية الرغبة بتقل وتزيد من غير ما يكون في مرض، ولو الموضوع مسبب قلق أو عامل مشاكل في العلاقة يبقى يستاهل متابعة طبية ونفسية من بدري. الأسباب بتتقسم لمجموعات كبيرة، وأول مجموعة الأسباب الجسدية أو الطبية. أول سبب بيأثر بشكل مباشر هو الهرمونات. عند الراجل لو التستوستيرون قل، وعند الست تغييرات في الأستروجين والبروجسترين خصوصا بعد الولادة أو في سن اليأس. كمان الأمراض المزمنة بتلعب دور كبير زي السكر، ضغط، مشاكل القلب والغدة الدرقية، أو حتى أمراض عصبية زي باركنسون والتصلب المتعدد. ومن أكتر الأسباب المنتشرة هي الأدوية، مضادات الاكتئاب، أدوية الضغط، أو حتى أدوية نفسية، كلها بتزود هرمون البرولاكتين. وحتى بعض أدوية القلب كلها ممكن تقلل الرغبة. وطبعا من الأسباب هي التدخين، الكحوليات والمخدرات، كلهم بيأثروا على الهرمونات وعلى الدورة الدموية، وده في الآخر بينعكس بشكل مباشر على الرغبة الجنسية. وكمان التعب المزمن وقلة النوم. الجسم ببساطة ما بيكونش في المود ولا عنده طاقة لأي رغبة. ممكن كمان لو في ألم أثناء العلاقة أو مشاكل تشريحية، فطبيعي جدا إن الرغبة تقل وتتحول مع الوقت لبرود. نيجي بقى للأسباب النفسية اللي منها الاكتئاب والقلق، ودول من أكتر الأسباب اللي بتقلل الرغبة. وكمان الأدوية اللي بتتعالج بيها أحيانا بتزود المشكلة. أو ممكن كمان لو حصلت صدمة جنسية قبل كده، الأثر ممكن يفضل مع الشخص سنين ويؤثر على الرغبة والقدرة على الاستمتاع. وكمان لما التوتر والشغل يملوا دماغك طول الوقت، المود الجنسي بيبقى آخر حاجة تخطر على بالك. أو ممكن لما صورة الجسد عندك تبقى مهزوزة أو تحس بذنب وخجل، ده بيأثر جامد على رغبتك في العلاقة. نيجي بقى للأسباب الزوجية. لما التواصل يضعف أو الثقة تتكسر، العلاقة نفسها تبرد وتفقد حرارتها. وساعات المشكلة ما بتبقاش فيك لكن في شريكك. أي أزمة نفسية عنده بتأثر عليك وعلى رغبتك بشكل مباشر. مشكلة الروتين والملل، نفس الطريقة، نفس التوقيت، نفس السيناريو، مع الوقت الرغبة بتبتدي تضعف. وممكن الخيانة أو الضغوط العاطفية، كل ده بيأثر على الرغبة ويخلي العلاقة تبرد أكتر. طيب، السؤال المهم بقى، إزاي تعرف إذا كان البرود ده سببه طبي ولا نفسي ولا مشكلة في العلاقة نفسها؟ الدكتور أو الأخصائي هيسألك المشكلة بدأت إمتى، فجأة ولا بالتدريج؟ هل حصل تغيير في حياتك زي ولادة، مرض، أو حتى دوا جديد؟ هل المشكلة عامة ولا مرتبطة بشريكك أو بطريقة معينة في العلاقة؟ هل في أعراض اكتئاب أو قلق؟
هل في ألم أثناء العلاقة أو صعوبة أداء زي ضعف الانتصاب مثلا؟ دي شوية فحوصات ممكن تتعمل. أوقات بيكون الحل في تحليل بسيط زي التستوستيرون، هرمونات الغدة الدرقية، البرولاكتين أو غيرها على حسب الحالة. والخطوة التانية فحص شامل عشان نطمن إن مفيش أمراض مزمنة زي الضغط أو السكر أو مشاكل في القلب. كمان في مقاييس نفسية مهمة زي استبيانات تكشف الاكتئاب أو القلق، وأدوات مخصصة للرغبة الجنسية. العلاج مش وصفة سحرية لكنه خطوات عملية: أدوية معينة، جلسات علاج نفسي أو زوجي، تحسين نمط الحياة، وحتى تغييرات صغيرة في الروتين. هنا ممكن نفهم إن العلاج بيعتمد على شوية أسباب. أول حاجة السبب الجسدي، وده أول خطوة في معالجة السبب الأساسي: تنظيم السكر، علاج مشاكل الغدة الدرقية، أو حتى تغيير دوائر الإشراف الطبيب. ساعات الحل بيبقى أبسط مما نتخيل. أو لو التستوستيرون قليل فعلا ومثبت طبيا، في علاج هرموني بالTRT، بس خد بالك مش لكل واحد، ولازم متابعة دقيقة مع دكتور متخصص. وعند الستات خصوصا قبل أو بعد سن اليأس، ممكن الدكتور يقترح علاج هرموني أو أدوية معتمدة على حالات ال HSDD، لكن القرار ده محتاج تقييم دقيق لأن في مخاطر وآثار جانبية. أو لو في آلام أثناء العلاقة أو مشاكل تشريحية زي التهابات أو ضيق، الحل مش تجاهل، لازم فحص وعلاج طبي متخصص. أما لو كان السبب نفسي أو تراكمي، فالعلاج السلوك المعرفي أو ال CBT بيساعد جدا في علاج الاكتئاب والقلق اللي ممكن يقتلوا الرغبة، وبيفتح الباب لاستمتاع أفضل بالعلاقة. وفي كمان العلاج الجنسي أو السكس ثيرابي، بيكون مع أخصائي يساعدكوا كزوجين تفهموا بعض أكتر، يحل مشاكل التوقعات والتواصل، وكمان يعمل تدريبات حسية اللي بتعيد الشغف خطوة بخطوة. ولو في صدمة قديمة زي تروما من تجربة مؤلمة، لازم يتعالج عند متخصص. ممكن باستخدام تقنيات زي ال EMDR أو طرق تانية، والعلاج ده بيبقى جنب علاج العلاقة مش بداله. نتكلم عن العلاجات المشتركة العملية أثناء العلاج. أوقات الحل ما بيبقاش دواء، الحل ممكن يبقى بكلمة، بقعدة مصارحة هادية من غير لوم، واتفاق على خطوات صغيرة تفرق جدا. وعلى فكرة، التجديد مش رفاهية، تحديد وقت الخصوصية بينكم وتغيير الروتين، تجديد المداعبة بيخلي العلاقة ترجع تعيش من تاني. الهدوء كمان ممكن يصنع الفرق، نوم كفاية، تقليل كافيين، وتمارين استرخاء، حاجات بسيطة لكن مفعولها كبير. في أدوية معتمدة لحالات معينة بس، زي نقص الرغبة عند الستات وقبل انقطاع البريود، لكن خليك فاكر ده مش حل سحري، ولازم تحت إشراف دكتور. قبل أي دواء في خطوات بسيطة تفرق: النوم كويس، الرياضة الخفيفة، كلام مفتوح مع شريكتك، وتجديد في الروتين. حاجات صغيرة بس تأثيرها كبير. ابدأ كلامك أنا حاسس بدل أنتِ عملتِ. الصياغة دي بتفتح باب للحوار بدل ما تولع خناقة. اختاروا وقت هادي للكلام مش لحظة الغضب. الكلام في الجو المريح أكيد أكيد هيفرق جدا. ممكن كمان نكتر من المداعبة اللي مش مرتبطة بالسكس، زي حضن، لمس، قرب جسدي، بس من غير أي ضغط. بس المهم إنك تراجع دكتور لو المشكلة ظهرت فجأة أو لو في أعراض جسدية أو اكتئاب. طب إمتى المفروض تروح لدكتور؟ فورا لو فقدت الرغبة فجأة وبشكل حاد مع أعراض اكتئاب أو أفكار إيذاء ذاتي، ساعتها لازم تروح للدكتور. أو لو فقدت الرغبة بعد دواء جديد خدته، لازم تراجع الدكتور عشان يغير الأدوية. أو لو ظهرت أعراض جديدة زي ألم شديد، نزيف مش طبيعي، أو اضطرابات هرمونية واضحة، لازم تروح للدكتور حالا عشان دي إشارات محتاجة متابعة جدية. ولو المشكلة مأثرة جامد على العلاقة وجودة حياتك، يبقى لازم تاخد خطوة وتطلب مساعدة متخصصة قبل ما الأمور تبقى أصعب. ولحظات مهمة عشان المعلومة تكون متوازنة، مش كل نقص رغبة يعني خوف أو مرض. ساعات بتكون ضغوط الحياة هي السبب، ومع الوقت بتعدي. العلاج مش دايما سريع، محتاج صبر ومشاركة بين الطرفين، ومعاهم كمان دكتور أو مختص يساعد. وخليك دايما واخد بالك من الفيتامينات والمنتجات اللي بيتقال عليها معجزة، عنك أغلبها ملوش دليل وممكن كمان يضر.
وفي الآخر خلّيك عارف البرود الجنسي مش عيب ولا ضعف، هو إشارة إن في حاجة محتاجة تتصلّح، جسمك، نفسيتك أو حتى علاقتك. لو حاسس إن رغبتك مش زي الأول ومش راضي عن الوضع، اسأل، اعرف السبب وابدأ بخطوة صغيرة. العلاج موجود وأول قرار فعلا هو إنك تتكلم.